رمضان كريم فتح يا عريب 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباد. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخير. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. وكريم والله وكرامته اغلى، رزقه على الله نور زياده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وسعيد عليكم باذن الله يا رب. ربنا يجعله شهر كله خير وبركة على الجميع. اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة، واللي مشترك بالفعل ما ينساش لايك للفيديو دوت، عشان الفيديو دوت جميل جدا ومحفز. هو تعبني قوي قوي قوي، بس بجد نهايته كانت حلوة جدا. شفتوا الفانوس اللي كان معانا في اول الفيديو ده؟ انا اللي عاملاه. تعالوا اقول لكم انا عاملاه ازاي، بس قبل ما اقول لكم اعملوا لايك على الفيديو دوت. اول حاجه دلوقتي الفانوس دوت جوزي بياخده كل سنه بالمحل يعني عنده في الشغل، فالسنه دي بقى كان القماش بتاعه اتقطع واتبهدل وكده، فهو قال لي تعرفي لو جبت لك قماش تعرفي تظبطيه؟ قلت له اه طبعا، امال ايه ده، هات بس القماش وانا اخليه لك زي الفل. وعملت فيها بقى ايه، 7 رجاله في بعض. تمام. فهو جاب لي الفانوس كده، كنت حاطه له الدواسه دي تحتيه عشان خاطر هو يعني مصدي وكده، فرحت حطها تحتيه. بس هتشوفوا دلوقتي هو الفانوس ده هيستغل الصاله كلها اصلا. ورحت ايه بقى، هو جاب لي القماش وجاب لي الشريط الفرنشه اللي انتوا شفتوه دوت. ورحت بقى ايه، قلت اتوكل على الله. المهم مسكت القماش كده، هو جاب لي 2 متر قماش، المتر عريض بصراحه، مسكته كده بالطول ومسكته بالعرض. قلت بقى امسك بقى كده القماش واشوف هعمل القماشه بالعرض ولا بالطول، عشان عايزه استغل كل قطعه قماش هعملها في الفانوس. فجبته بقى كده ورحت ايه ظبطته يعني، وعرفت ان هو هيقضي ازاي. هو بصراحه فانوس زي دوت يعني طوله 150 سنتي 140 سنتي. ده 2 متر قماش، كان عايز بصراحه اكتر من كده قماش. هو السبب اللي خلاه ياخد قماش اكتر ان هو في اماكن اعرض من اماكن تانية. هو لو حاجه كده نازله على طول كان هيقضي وهيبقى زي الفل. المهم جوزي بقى قال لي ايه، بصي يا ام العيال انا مش هينفع اسيبك لوحدك كده اهو، عشان شايفني كنت لايصه وحايصه ومتبهدله في ان انا عايزه الف القماشه كده مش عارفه. فاضطريت ان انا طبعا هقص كل حته لوحدها. فقال لي بص انا لازم اساعدك، فجه مسكهولي كده وقعدنا ايه نظبط مع بعض. جيت قلت له لا احنا لازم نثبت من ناحيه. فمسكت اول ناحيه قعدت ثبتها من فوق كده لغايه يعني نصها كده اهو، ورحت ثبت الجزء اللي من فوق عشان خاطر القماش يثبت معايا كده، واعرف انا هبدأ ازاي وهمشي معاه ازاي. جيت بعد ما ثبت كده الجزء اللي من فوق ده رقم ال8 اللي هو فوق ده ثبته خلاص كده، وقلت بقى انزل لغايه تحت، لان لو ما كنتش ثبته ما كنتش هعرف اتحكم في القماش. زي ما شايفين بقى كده بالمسدس الشمع، ومشيت كده على الجزء الحديد ده كله وبثبت. ده اول جزء كنت بثبته. كان القماش معايا كامل زي ما هو، ما كنتش لسه قصيته ولا جيت عنده. هنا كان جوزي بعد جاب ايس كريم وكده، وهو دلوقتي بيغيظكم. هو قال لي كده انا هصور الايس كريم وهغيظهم يعني. الفيديو ده بصراحة كان مسخرة. هما بأمانة جابوا لي ايس كريم، جوزي كان بيرشيني يعني كده، فراح جاب لي واحدة ايس كريم كده وقال لي ايه يلا رطبي على نفسك بيها. المهم بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده كنت بثبت من فوق لغاية تحت، وزي ما قلت لكم ده اول جزء انا بثبته لغاية تحت. بصوا هتلاحظوا دلوقتي ان القماش معايا كفة لغاية تحت، دي اول جزء كفة معايا. باقي الاجزاء ما كفتش. ليه؟ لان طبعا هو كان بياخد مساحة قماش عشان الزوايا. المهم زي ما بوريكم كده ثبت الجزء اللي هي التمانية الاولانية دي، ولقيت ان انا لو لفيت القماش مش هينفع. طب مش هينفع، فاضطريت بقى ان انا ايه اقص الجزء ده. يبقى كده كل ناحية هقصها لوحدها. تمام. اهو جوزي كان ماسك معايا هنا، وانا هبتدي بقى اقص كده اهو وانزل بقى لغايه تحت. يبقى ده اول جزء اتثبت معايا. كان في اماكن زي تحت كده طبعا القماش فيها بيبقى المساحه بتاعته قلت كده اهو،
المساحة صغيرة، فمساحة القماش قليلة، فكان بيبقى في قماش يعني في وسع كده، كان بيحتاج ان احنا ندي كسرة شوية. لما كنت باجي ادي الكسرة كنت بدي الكسرة او التانية دي اديها لها عند الخط اللي بالعرض ده، عشان ده اللي هيتحط فيه بعد كده فرنشات. زي ما انتوا شايفين انا بعمل ازاي اهو. هنا بثبت، واي كسرة بديها لها في الجزء اللي هو بالعرض دوت. عشان ايه؟ اهم من الشغل تظبيط الشغل، عشان بعد كده لما نيجي نقفل يبقى كده كل حاجة معانا مظبوطة زي ما انتوا شفتوا بقى كده. عشان انا خد مني وقت كبير، فبصراحة سرحت الحتة دي زي ما وريتكم. اول جزء ببص على قده وبثبت، طبعا في تنايات من جوه بتنيها عشان خاطر الشرشبة دي، الشراشيب دي تبقى لجوه وما بقاش في اي حاجة شكلها من بره مش حلو. وبعد ما خلاص عملت كل ناحية لوحدها وقفلته خلاص كده، وحطيت شمع من فوق وقفلته. وبعديها في الاخر خالص جبت القصايص الصغيره دي وحطيت في الجزء الابيض اللي فوق دوت حته قصقوصه عشان اداري ايه التقفيله والجزء الابيض اللي فوق ده. وبعد كده جبت برضو واحده تاني من الرفيعين وحطيت عليها شمع، وابتديت بقى كده ايه الفها عند اليد من فوق. يا رب يكون كلامي واضح ليكم، ولو في اي سؤال اساله في الكومنتات وانا هرد عليكم. الفانوس ده بتاع جوزي بقاله كذا سنه معاه، تمام. بياخدوا يعني المحل، هو بتاع المحل يعني، وبياخدوا المحل. ولما القماش بيتقطع انا كنت بخيطه له الاول، بس السنه دي جاب قماش وقال لي اعمليه من الاول لغايه الاخر. شكله من الاول ما كانش عاطفي خالص وما كانش عاجبني، وما كنتش هكمل الفيديو وما كنتش هكمل اصلا الفانوس ده. انا كمان قلت لجوزي حطه على باب جامع تكسب ثواب فيه او ارميه في الشارع، بس قلت لا انا قدها وقدود. وطبعا لازم، ده انا كنت متفشخره قدام جوزي ان انا هعمله وهعمله وهعمله، ده انا هعمل فيه عمايل ما حصلتش. وكنت متفشخره جدا بصراحه. فهو راح نام اخر ما زهق مني ومن الفانوس، راح نام هو والعيال وسابوني انا لوحدي. طب اعمل ايه؟ القماش كان خلاص خلص بصراحه. كنت محتاجه يجي نص متر قماش تاني، اخد الجزء اللي تحت ده كله كده ايه بالعرض كده اهو مره واحده. فلقيت ان مفيش قماش تاني، فاضطريت ان انا اعمله. ابتديت بقى اشوف القصايص كلها اللي معايا اللي هتنفع ماشي، واللي مش هتنفع خلاص كنت بقى بركنها على جنب. كنت بحاول انقذ ما يمكن انقاذه. كنت بلاقي القطعة السليمة خلاص باخدها كده وبثبتها، وبعد كده بجيب القطعة اللي بعديها التانية، وبعد كده ببتدي اثبتها. بوصلهم يعني في بعض بالشمع. تمام. اي قطعة بقى كنت بحتاج اوصلها او اداري فيها اي حاجة كنت بعملها عند الجزء اللي فوق شوية دوت عند ايدي اليمين، لان الجزء دوت كنت هركب فيه فرنشات. زي ما انتوا شايفين كده بثبت. وبعد كده في الاخر خالص جيت عند الجزء اللي عند ايدي الشمال ده، بس من جوه بقى ابتديت بقى اثبت كل الزوايد دي. جيت بقى هنا كان معايا قطعة قماش كده، فجيت احطها وقلت ايه خليها كده عشان تكمل باقي الشكل او باقي الرسمة. فكان في الحديدة اللي هي فوق شوية دي، فروحت دخلت كده القماشة فيها وهثبتها، وبعد كده هنزل الجزء اللي من فوق ده عليه. تمام فاهميني كده؟ اللي هو يعني ايه اداري الجزء اللي انا هثبته ده كده من جوه. ممكن من جوه بقى تقصوا الزوايد او ممكن تحطوا لها شمع وتثبتوها في بعض عشان تبقى مداريه. لما تيجي تثبتوا المكان لازم تظبطوه كويس جدا وتعرفوا انتوا هتبدأوا منين او هتثبتوا فين الاول. ما تثبتوش كده وخلاص او باستعجال. خليكوا على قد ما تقدروا انتوا تبقوا راسمين الرسمة او ظابطينها بالظبط. فاهميني؟ فانا بعد ما ثبت دي وثبت التانية لقيت في النص في حتة ناقصة، فقلت خلاص تمام. فكيت دي كده حتة صغيرة، وابتديت بقى ايه احط برضو الحتة اللي في النص معايا. وكنت بحاول على قد ما اقدر ان الرسمة تكون مع بعض ايه ماشية تمام. اي كسرة او اي تانية او اي حاجة كده بعملها عند الحديدة اللي جاية بالعرض، عشان زي ما قلت لكم ده المكان اللي هنحط فيه الفرنشات. بصوا الحتة دي لما حطيتها كملت معايا باقي الشكل اللي معايا. طبعا ما ننساش اي جزء بنثبته لازم نتني من الشمال ونتني من اليمين، عشان خاطر الشراشيب دي ما تقعدش كده بقى ايه تفتح كده من بعض وتبوظ لنا الفانوس بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه بثبته كويس. شايفين طلع معايا نضيف وزي الفل. بصراحة النتيجة في الاخر كانت مرضية ليا جدا،
وبصراحة جوزي لما شافه يعني صحته بعد ما خلصته عجبه جدا جدا جدا، ولما خدوا المحل معاه تاني يوم عجب حماية جدا وقال له بجد بجد شكله حلو. وبصراحة شكله يعني احنا جبنا 2 متر قماش ب30 جنيه، والفرنش ب5 يعني ب35. هو بصراحة كلف معانا شمع اللي هو في مسدس الشمع ده، جبنا 4 تقريبا، غير ان انا قعدت ادور كده لغاية ما لقيت واحدة. يعني هو خد له 5 وحدات شمع. الواحدة بصراحة عاملة 5 يعني. بس لو روحتي شفتي آم، اسمه ايه ده، فانوس زي دوت ورحت اشتريتيه، شوفي بقى هيبقى مبلغ وقدره، لان اصلا ده حديد اصلا. بصوا بقى بحاول كده على قد ما اقدر اثبت. يعني الجزء ده بصراحة هو اللي خد مني وقت كبير. الحتة اللي انا حطيتها من جوه دي ثبتها خلاص ودارتها، وبعد كده هحط شمع تاني وهبتدي بقى ايه اثبت بقى الجزء التاني دوت اللي هيبقى باين بقى من فوق عليها. انتي معاكي مسدس الشمع، ثبتي على قد ما تقدري. مسدس الشمع بصراحة بيثبت، يعني بيثبته كويس، ما بيفكش منك بسرعة كده ولا اي حاجة. زي ما شايفين ببتدي كده اثبت او يعني بشوف كده هي هتيجي ازاي، وببتدي بقى ايه اثبت كده زي ما انا آم، ظبطتها. يعني في الاول الجزء ده تعبني شوية عشان كان جاي في النص بالظبط كده، بس الحمد لله يعني قدرت ان انا ايه اظبطها مرض، او ان انا احذف اي حاجة. حبيت المقطع دوت يكون طويل كده عشان تعرفوا انا بعمله ازاي وتستفادوا اكتر. بعد ما خلصت جيت بقى هنا، بصوا مكان المسدس كده انا في عاطية تانية، يعني في تانية كده اهو، آه عشان اظبط القماش. فجيت بقى عندها كده وحطيت ايه الشريط، برضو هنا في تانية برضو كده انا تانيها، او كسرة، او تطبيقة يعني، أو قلت بكذا طريقة. فهبتدي بقى احط الفرنشات بقى في الجزء دوت. انت برضو ممكن تخترعي وتعملي افكار كتير، واكيد عندك افكار اكتر مني، فتبتدي بقى ايه تشتغلي. ولو الفانوس اقل يبقى حلو جدا. الفيديو ده بقى ايه اني بعرفك ان مثلا لو عندك فانوس قديم ما ترموش وتروحي تجيبي واحد جديد، لا غيري. يعني مثلا لو القماش بتاعه احمر ممكن تغيره وتجيبي القماش ازرق، اخضر، تغيري كده في الفانوس ممكن كل سنة. وطبعا كل سنة عن سنة ايدك هتاخد عليه اكتر وهيجيلك افكار اكتر. كان هنا طبعا الجو ليل بقى، وجوزي كان نام والولاد وكده، والشمع اللي معايا خلص. ف فايه عملت ايه بالمقص وبزق كده الشمع. وبعد كده قلت لا انا اروح ادور، قعدت ادور في الدرج لغايه ما لقيت اللي عندي دي بتاعتي. فالحمد لله خلتني خلصت الفانوس. كانت هتأخرني بصراحة لو مش موجودة. جيت بقى هنا كده في الجزء التاني اللي من تحت دوت، كنت بحط ايدي الشمال كده عشان اعرف الحديد اللي بالعرض فين بالظبط وبظبطه. وبعد كده بحط عليه الشمع. لما ما تحطيش الشمع غير لما تظبطي الشريط كده الاول، عشان الشريط دوت بيلف قوي كده. المهم كنت بحدد المكان اللي انا محتاجاه بايدي، وبعد كده بحط الشمع، وبعد كده احط الشريط. فاض معايا حته صغيره حطيتها في الجزء من فوق كده اهو، آه، في الفانوس. وكان عندي حته انا عندي يعني من الاول كملت بيها لاني ما كملتش. وده كان الشكل النهائي في الاخر بجد. كانت كان الشكل جميل جدا. عقد النور ده بتاعي انا، ما اديتهوش لجوزي، بس انا ايه حطيته كده وقلت له عندك عقد نور في المحل حطه هيبقى شكله حلو جدا. يعني اللي هو ايه يعمل بيه ديكور يعني كده. وبصراحة شكله حلو جدا، والنتيجة كانت بسطاني جدا جدا. بصوا هي الحتة اللي انا عملتها من فوق بالفرنشة، وشكله كان تحفة بجد. كل اللي شافه عجبه جدا، وقال لا بجد حلو، وشكله ان هو كأنه مشتري جديد، رغم ان هو عنده بقاله كذا سنة. لو فيديو النهاردة عجبك ما تنسيش بقى ان انت تدعمني باللايك، عشان بجد الفيديو ده كان متعب جدا بالنسبة لي. وكمان ما تنسيش الاشتراك في القناة عشان ان شاء الله يوصلك مني فيديوهات كتير بإذن الله، تكون بقى كده ايه جديدة كده ومتنوعة ان شاء الله. واتمنى ان انت تشتركي في القناة عشان عيلتي تكبر بيكم بإذن الله. ايه رأيكم بقى في الفانوس؟ اكتبوا لي يلا في الكومنتات ايه رأيكم في الفانوس. انا كنت عايزة اعمله حاجات اكتر من كده، بس بصراحة قلت لا، يعني اكتفيت بالشكل دوت، لان بجد الشكل حلو، وكل ما يكون رقيق هيكون احلى بكتير. الفانوس دوت بجد بجد كان كبير، يعني مش صغير. وانتي ممكن تجيبي قماش اكتر من كده عشان خاطر ما تحتاجيش ان انتي تعملي الوصلات اللي انا عملتها
من تحت دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.